بحثت شويه وبعد كده سالت شات جي بي تي. فكان اول واحد في الريكومنديشن كان هو اي ام فيندي. انا اسمي اشرف سعيد، دكتور اسنان. كنت حابب ابدا في الديجيتال ماركتنج كشغل، وابقى عامل كومبينيشن بين انا دكتور اسنان والمدرسه في الديجيتال ماركتنج او اللي عرفته في الديجيتال ماركتنج، ان انا اشتغل فيه سواء مع دكاتره او عيادات اسنان او اي حاجه في كبزنس. بحثت شويه وبعد كده سالت شات جي بي تي. فكان اول واحد في الريكومنديشن كان هو اي ام فيندي. التراكس كانت تعتبر لما كل حاجه تقريبا، المحاضرين كويسين جدا في التاسكات والورك شوبس اللي كانت بتتعمل بعد كل سيشن. اكتر تراك فاجئني هو السي او، اللي دايما كنت سامع ان هو معقد اكتر او الناس مش عارفه عنه معلومات كتير. ففكره ان هو سهل جدا. الورك شوب كانت ممتازه جدا، فرقت معايا جدا ان انا يعني اقدر احدد انا فهمت بعد السيشن فهمت حاجه ولا لا. اكيد ارشحها، مكان فرق جدا معايا ومكان مميز عموما في الديجيتال ماركتنج.